السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ داليا. اليوم جيتكم بواحد التحلية رمضانية منعشة بذوق الليمون، والأهم من هذا أنه هذه التحلية سهلة، أي واحد يقدر يديرها وبإمكانيات بسيطة نلقاوهم في كامل الديور في كامل البيوت. يعني ما كاش حاجة كومبليكي، بدون فرن بدون تعقيدات. هاي ليك. قبل ما نبداو طبعا الوصفة ما تنساوش طابونيو الجرس واللايك. اول حاجه نبداو بها في التحليه ديالنا هي لا كريم باتيسيير اللي حنخدموها شويه سبيسيال. اذا نشوفوا هنايا حطينا 3 ملاعق كبار تاع مايزينا بومبي، راكم تشوفوا، وزدنا لهم 2 ملاعق تاع سكر. ما نديروش سكري بزاف لانه راح نضيفوا فيما بعد الشونتيي. اذا هاي ليك نخلطوا بارد في بارد المايزينا هذيك السكر، ونضيفوا نصف لتر تاع حليب، يعني 2 كيسان كبار اللي موالف نستعملهم، الكيسان تاع 250 مليلتر راح نستعملهم دائما في الوصفات تاعي، راكم والفتوني. هاي ليك نضيفوا الكاس الزوج كيما راكم تشوفوا، نخلطوا مليح بارد في بارد ونحطوها فوق النار. رانا نحركو حتى تعقد تتكاثف وتبدا تبقبق. هنا نطفوا النار، لازم نطفوا النار باش نضيفوا لافاني، لانه لافاني راح تفقد العطر ديالها مع السخانه. هاي ليك راني ضفت ملعقه تاع قهوه تاع لافاني، هاي ليك، ونخلط مليح، ومن بعد نحطها في اناء ونخليها تبرد مليح. انا ناكد لكم لازم تبرد مليح في الثلاجه. وطبعا باش ما تتكوناش هذيك الطبقه الفوقانيه اليابسه هذيك، نديرو فيلم اليمونتير او كونتاكت كيما راكم تشوفوا هكذا، نلصقوه مليح ونحطوها تبرد. في هذا الاثناء نروحوا نحضروا الطبقه السفلى تاعنا البسكوي. راح نستعملوا 125 غرام تاع زبده، يعني ربع بواطه هذيك اللي موالف نشروها تاع 500 غرام، ربع بواطه يعني 125 غرام تاع زبده ولا مارغارين كيما حبيتو. هنايا نخلوهم يذوبوا، ومن بعد في هذا الاثناء نرحيو الكاطو ديالنا. انا استعملت بيمو فيها واحد 300 غرام، استعملت بيفا في الحقيقه فيها واحد 300 غرام. تقدروا تستعملوا بيمو، اي ماركه متواجده في الاسواق، راه الماركات كثيره ومتنوعه. هاي ليك نرحوها مليح بواسط الروبو، ولا تقدروا غير بالمهراز اللي ما عندوش روبو ولا. ونضيفوا لها هذيك الزبده اللي ذوبناها، ما لازمش تكون سخونه، لازم تكون شويه كيما نقولوا بردت. هاي ليك ونحركوا انا حسبت لكم واحد 12 ملعقه. هاي ليك نحرك حتى نحس بلي هذاك البسكويت تاعي تشمخ. ومن بعد قباله نحطوه في القالب اللي راح نخدم به. ما لازمش نخلوها تبرد لانه من بعد هذيك المارغرين ما تتماسكش. انا استعملت سيرسو تاع 22 سنتيمتر. هاي ليك راني سويت البسكوي، وما تضغطوش بزاف لانه راح ييبس. سويوه وضغطوا غير شويه برك. نعاودوا نولوا لا كريم ديالنا، نحركوها مليح بالفوي مع ملعقه زبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. الكريمه تكون بارده والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. هذيك الزبده راح تغير لنا القوام تاع الكريمه، ترجعوا خفيف و ميم طون شاد روحو. هاي ليك نخلط مليح حتى نحس بلي الزبده هذيك دابت كامل، ماشي دابت، تخلطت مع لا كريم ديالنا. ونضيفوا نصف كاس تاع شونتيي، نص كاس تاع 250 مليلتر طبعا. هاي ليك معلول نخلط غير بالبغا هكذا طافي، ومن بعد نشعل الباتور تاعي ونخلط مليح حوالي 10 دقائق. شوفوا الكريمه اللي تحصلنا عليها، خفيفه بنينه ومتماسكه. هاي ليك نحطها في القالب ديالي، نحط نصف الكميه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نفوريها بكاش فاكهه. انا نقترح عليكم بنان، يعطيها لا ماش شويه ماش كي تاكلوها، والذوق تاعو يتناسب جدا مع الليمون. هاي ليك درت طبقه، ومن بعد
نكمل نضيف نصف الكميه المتبقيه تاع لاكريم ديالي. هاي ليك شوفوا لاكريم هايله، هذه اللي جربها تعجبو، تقدروا تستعملوها من في لي طاخ تاعكم، رائعه. نحطوها التحليه تاعنا في الفريشيدر تبرد، ونحضروا اخر طبقه. واش فيها ملعقه بومبي تاع مايزينا وربع ملاعق تاع سكر. نضيف لهم ربع كاس تاع عصير الليمون، ربع كاس تاع عصير ليمون، وكاس غير ربع تاع ماء. هاي كاس غير ربع تاع ماء، نخلطوا مليح بارد في بارد. على كل حال نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. نضيفوا لها ملون اصفر باش يجي الشكل اللون شباب، ونحطوها فوق النار حتى طيب وتبقبق هكذا، ونفرغوها فوق التحليه اللي خدمناها من قبل. هاي ليك فوق طبقه تاع الكريمه. ها ما لازمش ندخلوا الملعقه، غير بيديكم هكذا زغدوا الطبق ديالكم تعطيكم وتشباب. نبردوها مليح، هذا هو السر ديالها، لازم تبرد مليح. يعني اذا خدمتوها الصباح خلوها تبرد حتى الليل، ولا خدمتوها في الليل خلوها تبرد حتى الصباح. ومن بعد نديموليوها بواسط السيشوار هكذا. هاكو تشوفوا نسخن السيرسو مليح باش هذيك الكريمه تذوب شويه في الاطراف، ونعاونها شويه من الفوق في لاكوش الفوقانيه باسكو فيها غير المايزينا، نعاونها بالموس ونسعفها غير بالعقل حتى نجبد هذاك السيرسو. ها سهله مهله. شوفوا الشكل تاعها رائع رائع رائع. نشبعها على حساب الذوق تاع كل واحد. انا درت دي طرونش تاع الليمون وشبعتها بشويه وريقات تاع النعناع بور كاسي لا كولور هذيك. شوفوا الشكل تاعها رائع، يعني انيق، يوالم العرضات تاع رمضان، تاع السهره تاع رمضان، تفرحي بها العائله تاعك، حاجه انيقه. شوفوا والذوق ما نحكي لكمش، راني شكرتها شحال من خطره، اللي ذوقها تعجبو. هاني نقطع لكم طرونش قدامكم. شوفوا هنا البسكوي راهو شاد روحو من التحت، راكم تشوفوا. نقطع لكم طرونش باش تشوفوا شحال شابه من الداخل. نتمنى انكم تجربوها لانه رائعه وسورتو سهله. راكم شفتوا الطريقه، اي وحده تقدر